ويلي يا ويلي يا ويل، سريع منين دي يا عمدة العربية دي؟ هلو فازر اوف شو، وير ار يور لاند؟ يعني اراضيك فين؟ ام فاين ثانك يو. سريع يا عربية منين برضه؟ يا عم سريع ايه يا عم، ده من حر املاكي. وانت عندك املاك منين؟ انت طول عمرك جفا وبتيجي تتعشى ما عندنا. بلاش كده يا مرات ابن جدي، ده انا طول عمري باشا ابن باشا. يا عم باشا ممكن اعديها، لكن ابن باشا ايه ده؟ انت ابوك كان بيقطع التورته بالفاس. على الاقل كان باكل تورته شقشق. معلش بقى يا جدعان، انا الزحلق انا عشان الفراري بتاعتي ما بتحبش تقف مع ناس يا فقراء. بقى كده. طب عدي عليا يا عمدة عشان عايزك في حوار. مفيش مشكله، هكلم مدير اعمالي كده يشوف لك ميعاد ولا غير. ايه مدير الاعمال ده يا شوقي؟ هو تقريبا كده الواد ده بيروح لحد بيعمل له اعمال عشان يجيب الفلوس دي كلها، فمسميه مدير اعماله. يا لهوي يا وصلت لكده، اعوذ بالله من الخبث والخبائث. منور يا عماد. عماد بيه لو سمحت يا شقشقه. بقول لك ايه، لا ما تتفردش وتتني عليها عشان عربيه ازرق. اه صحيح يا عماد، ما قلتليش انت سارق العربيه دي منين؟ برضه يقولوا لي سريعه ويهتموني في نزاهتي. ما تخلص يا ولدك ده في نزاهتك. بصوا يا جدعان، فاكرين الاسبوع اللي فات لما كنت بوصل جوز خالتي الامريكي؟ هو جوز خالتك امريكاوي ولا ايه؟ يا ستي لا، جوز خالته شغال نجار موبيليا هناك في كفر كده اسمه لوس انجلوس. ايوه اسم الله عليك، هو شغال في الكفر هناك. بص يا شاشه بقى، كنت رايح اوصله وخدت معايا كيس ملوخيه امي منشفاها. اخصى على امك، هي بتنشف ملوخيه من غير ما تبعت لي كيلو؟ ده انا بعت لها فول مدمس من يومين. يا سندس اسكت الوقت، احنا فيها ولا فيها؟ كمل يا ابو العمامين. المهم يا حاج شوقي، قفشوني في المطار وفكروها بانجو، نزلوا عليا عج ودشملي. يا نهار ازرق، وبعدين عملت ايه؟ فين وفين بقى عم خدوها حللوها ولقاها مفيده وكلها فيتامينات وحدائق. ايوه يا عم، الملوخيه المصري معروفه في كل حته. جالي واحد ابن حلال كده قال لي احنا ظلمناك يا ابو العمد، وي ار سوري، بس احنا عايزين الكيسه ديت عشان نستفاد منها ونزرعها. اوعى تكون اديت لهم الملوخيه، دمك هتعلقي. هو انت مفيش حاجه هماكي غير الملوخيه؟ بص يا مرات ابن جدي، انا قلت لهم خدوها بس خليكوا شوافين يعني. دمياطي وبيشغل دماغه في ارض الامريكان. قالوا لي هاو ماتش دو يو وانت يا عمده؟ قلت له ماتوا 20 مليون دولار. يا ابن اللعيبه، يعني انت بقى تكسب ملوخيه ب 20 مليون؟ صدق بالله، الله وكيلك لو كنت طلبت اكتر كانوا دفعوا. والنبي الامريكان دول ناس فاضيه. يا مرات ابن جدي دول ناس اصحاب مزاج، لقوا الحاجه مفيده وقشخه قالوا نشتريها ونزرعها. بقول لك ايه، هم الامريكان يسمعوا عن السبانخ؟ ما افتكرش يا شقشق، اوعى تكون بتفكر في اللي بفكر فيه. سندس جايزين لي 2 كيلو سبانخ، انا رايح السفاره اجيب الفيسا واجي. مرحبا بك في امريكا يا مستر شوقي. اهلا وسهلا بك يا شيخ. لقد قمنا بتفتيش حقائبك ووجدنا فيها كميه من نبات نادر. يا باشا، ده شويه سبانخ كده عشان يتعاملوا مع الفريك ولا حاجه لو في حته لحمه. حسنا، نحن نريد هذا النبات باي ثمن. يا باشا ما يتعزش والله، بس مش قصه فلوس يعني. سندفع لك اي ثمن تريده. يا عم والله مش عايز فلوس يا عم، خلاص يا عم هاتولي اغلى حاجه عندكم في امريكا. حسنا، اعطينا ساعه واحده واوقع على اوراق التنازل. يا باشا ده انا اوقع وابصم واعمل اي حاجه انت عايزها. شكرا لتعاونك يا مستر شوقي، هذا هو نصيبك من الصفقة. ايه ده يا باشا؟ معلش عدم اللي مؤاخذه. هذا هو أغلى شيء في أمريكا، إنه نبات نادر يدعى الملوخية، حصلنا عليه من شاب مصري من قرابة الشهر تقريبا، وثمن هذا الكيس قرابة 20 مليون دولار.